مواطن سعودي قرر أن يقضي شهر العسل مع زوجته بالدول المجاورة للمملكة العربية السعودية، أي بدولة تربطها مع السعودية حدود برية ومنافذ برية. طبعا للتقريب الدولة من الحدود الشمالية للمملكة. هنا عزم الأمر، تحرك بسيارته، لم يحجز تذاكر طيران أو نقل جماعي باصات، لا، تحرك بسيارته، جهز كل الإجراءات، ومن ثم هم بالرحيل مع زوجته اللي توه متزوج عليها. والله يذهبون له هناك ويستأجرون بأفخم وأطلق فندق بعاصمة هذه الدولة. فندق يعني فاخم من الآخر، وكأنك في المالديف. والله الليلة أعتقد، على ما أعتقد إذا ما خاب ظني، أن الليلة كانت ب$100، وانتهى الشهر، دفع التكاليف. قرر أن يعود مع زوجته إلى المملكة العربية السعودية، إلى السعودية. عودة خلاص، كمل الشهر، شهر عسل، شهر واحد انتهى، أعود إلى بلدي. هنا بعد ما ضبوا الأغراض الشخصية لهم وأخذوا من هذا البلد تذكار معين، أشياء تراثية، حاجات تراثية، صور معينة. هنا هم عائدين، لم يصلوا إلى المنفذ البري لهذه الدولة، توهم مواصلين، هم بالعاصمة. من العاصمة إلى الحدود التي أو المنفذ لهذه الدولة مع السعودية يستغرق 20 ساعة 22 ساعة. عدوا نصف المسافة، يعني عدت عليهم نصف المسافة. أتاه اتصال: السلام عليكم. وعليكم السلام. انتبه، السيارة بكاملها محملة بالمخدرات. قال: ايش تقول مخدرات؟ ايش؟ انا مالي، انا ما سويت شيء، انا كيف مخدرات؟ من اللي سواها؟ من اللي؟ قال: اسمع، لا تخاف ولا تقلق، السيارة ولكن محملة بالمخدرات بكاملها. الديكور شالوه، عبوا مكان الديكور مخدرات، وتحت وبكل مكان. الرجل خاف، أتاه الفزع، أتاه الرعب دب بجسمه. أنا لازم نعود السعودية، تأشيرتي انتهت، وكذا وكذا، والأمور الحسابات الكبيرة بدأت تشتغل في عقله. ما العمل؟ ما الحل؟ ما الطريقة؟ يعني أنا إيش أسوي الآن؟ أنا على... قال: اسمع، لا تخاف، نحن من أمن الدولة، نحن من المخابرات السعودية، لا تخاف، إحنا معك، لا تظهر أي شيء، خليك هادئ، اركض، لا تظهر على نفسك التغيير، وإذا أتيت على المنفذ البري لهذه الدولة لن يقوموا بتفتيشك، سوف تمر مرور الكرام، يعطيك التحية. قال: لهم ايش تقول؟ إذا مسكونا، إذا قفطونا، إذا شيء. قال: اسمع، والله يعد حدود هذه الدولة، يأخذون جوازاتهم. قالوا: لا، الله معك، استمر. يوم يجي للمنفذ السعودي، إلا كان يتصل له هذا الشخص، سكر الاتصال، يحاول يتصل به، ما يدق جواله، ما أدري إيش اللي حصل. هنا ضابط قام بالتفتيش، قال: يلا قلنا بيسار تفتيش. قال له: أنا في واحد اتصل لي، أنا ما سويت شيء، أنا كذا اتصل لي وفي كذا وفي كذا. قال له: قلنا بيسار. والله قلنا بيسار. يفتشون السيارة، وهذا يتصل له أثناء التفتيش. قال له: اسمع، ما بيسووا لك أي شيء، بيكلموك عشانك تمر. ولا فعلا المنفذ السعودي أو الضباط المختصين بالتفتيشات أمروه بالعبور. عبر، وصل إلى منطقته والخوف خلاص ملبد، إنسان له بالسماء ولا بالأرض، لكنه حي ولكنه ميت. تخيل أنه يأتيك خبر كالصاعقة أن هنالك مخدرات بسيارتك وأنت لم تفعل شيء، ما تعرف أنت بحلم أو بفيلم سينمائي أو ماذا. هنا وصل إلى المنزل، قلب السيارة تحت المنزل، إلا وصل يسمع أصوات رصاص، إلا عزكم الله يدخل الحمام مع زوجته ممسكة فيه من الخوف. زوجته تعلم بالأمر، حدثها. هنا الخوف والفزع يسيطر عليهم. بعد شوي هدأت الرصاص، وأتاه اتصال من الشخص نفسه الذي كان يكلمه. قال له: انزل لتحت. قال له: ايش انزل؟ زوجتي على كتفي والله، ملتصقة بالكتف. قال له: انزل مع أنت وياها. والله ينزل هو زوجته إلى تحت. بعد ما نزل، إلا يشوفون إيش اللي حصل، إيش كذا. قالوا: هذو الأشخاص من هذه الدولة عبوا المخدرات بسيارتك، ويعتقدون أنهم لم يكشفون، ونحن نراقبهم بدولتهم من لحظة عمل هذا الأمر. فلذلك إحنا قضينا عليهم، الشلة هذه المارقة والناس الذين لا يخافوا الله ولا رسوله ولا المؤمنين إلا ولا ذمة. فلذلك تم القضاء عليهم وأخذ المخدرات إحراقها وكذا، وسلم الله. هم لا يعلمون أنهم داخلين إلى المملكة العربية السعودية.
دولة الأمن والأمان. تخيل أن الاستخبارات تعلم بالأمر وعادهم وين؟ في بلدهم، في مرتعهم. السلام.